بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي المكابد الصامد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قد حان الوقت وحل ووجب لأكلمك بالحقيقة كاملة. أيها الشعب التونسي، إنك ترزح تحت الاحتلال. تونس اليوم دولة محتلة. المعروف تاريخيا أن الصراع إذا حصل بين قوتين، القوة المنتصرة تملي شروطها على المنهزمة، وعلى رأس الشروط التعويضات. تستباح البلاد المهزومة نساء ورجالا وأموالا لصالح الدولة المنتصرة. وقد حصل حتى في أقرب الأيام عام 92 وقت انهزم العراق. شوفوا قديش دفع من تعويضات للدول التي حاربتها. نفس الشيء أيام الحرب العالمية الأولى والثانية، وأيام حرب القرم وغيرها من الحروب والصراعات التي تمت بين الدول، بين قوى تتجنى على بعضها بعضا، إما بدافع الدين والعقيدة، أو بدافع المصلحة، أو بدافع الفائدة، أو بدافع النفوذ وحب الزعامة. لكن اللي هو مشترك بين هذه الصراعات كلها ونهاياتها متشابهة، هي أنه القوى الغالبة تملي شروطها على القوى المنهزمة. احنا اليوم نرى قوما يملون علينا شروطا ويفرضون علينا تعويضات، وكأننا كنا في حالة حرب معهم، أو هم كانوا في حالة حرب معنا. هم فعلا حسب تكوينتهم العقائدية وفهمهم للأمور كانوا يحاربوننا ككيان دولة، كانوا يهدون دولتنا بشتى الطرق، مرة تحت مسمى الدفاع عن الهوية، ومرة تحت مسمى الدين وإصلاح الدين، وكانوا الدين ماكينة باش يصلحوه. فإحنا اليوم نعيش حالة احتلال حقيقي. ما هي أوجه هذا الاحتلال؟ احتلال لما كل الوظائف تسند لهذه الفئة، الناس يخرجوهم من وظائفهم بالأمر، ويجيبوا واحد ثاني يمكن أرجل. واحنا نعرفوا رجوليتهم وقت اللي هربوا من بن علي كل جرذان وشو وراء الحدود، وخلوا بناتهم ونسائهم للمراكز، يجوا يصحوا كل نهار ويكفي. إذا كان هربتم من ساحة المعركة يعني أنكم جبناء، انهزمتم ولا حق لكم في أي ناتج تفضي إليه المعركة. أنت هربت، انتهى أمرك، ما يحق لكش تأخذ من ناتج المعركة أي شيء، وخصوصا إذا كان معركة أنت لم تكن طرفا فيها ولم تساهم فيها. الخير اللي جاء لتونس وسيستمر وسنستدره ويحصل ويوصل للتوانسة ما كنتوش فيه طرف وما شاركتوش فيه. اليوم هؤلاء يملون علينا شروطهم ويحبوا قوت التوانسة اللي بنوا به دولتهم من عدم وبالجرح وبالسير على الدم، يحبوا ياخذوه هناني بناني باسم شنو؟ التعويضات. واحنا ناس تعذبنا. ما ثماش دولة في العالم رئيسها يهدد بالاغتيال عن طريق صاروخ ستينجر او غير ستينجر، او اوتيل يتفجر لاسباب حزبية ضيقة. ما كناش في حالة حرب، كنا في حالة سلم ونعيشوا حياتنا كما هيئناها لأنفسنا في ذلك الوقت. هاي خليني نقول هيك. يجوا يفجروا الاوتيلات ويضربوا الناس في الشوارع بالفيتريول بالأحماض الحارقة، ويحرقوا ناس في حالة في طور العمل قائم بواجبه، إنسان موظف يحرس في مؤسسة حزبية أو غير حزبية، يحرقوه وهو حي، وما يعتذروش عليها وما يتحاسبوش عليها. ولما حاسبهم بن علي كان أرجل منهم وما عملش الشيء اللي عملوه لأنه عفى عليهم لاحقا. لكن إذا أكرمت اللئيم تمرد. اليوم هؤلاء الذين فروا من ساحة المعركة والذين سجنوا مش بسبب عقائدهم مش صحيح، حتى حد ما كان يحارب في الدين، كانوا يحاربوا في مشروعهم هم السياسي. وها هي نتيجته، المشروع السياسي اللي جايين به واللي أنا عارفه واللي خلاني أنا بعدت عليه من عام 1981 لما طالبوا بحزب. أنا شقيت، لأن الله لا يكون حزبا، فهمت؟ والقرآن لا يكون برنامج لحزب أو بيان تأسيسي لحزب، لأن القرآن جاء رحمة للعالمين. إذا أنا أختصر في حزب يعني اعتديت على القرآن مش على الناس، وبعدين جي عدواني على الناس. ونفس الشيء الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان، خالق السماوات والأرض، نجي أنا نختصر في بوتقة حزب عفن متخلف ما عنده حتى برنامج وما عنده حتى ايديولوجيا. هذه جريمة في حق الإنسانية، وجريمة في حق القرآن، وجريمة في حق الله سبحانه وتعالى، سيحاسبون عليه. وهم قاعدين يتحاسبوا بالهرطقات والأخطاء التي يرتكبونها صباح المساء. اليوم احنا نعيش حالة احتلال يا توانسة، ويلزمكم تتحركوا لفك
هذه الحالة ويطرد المحتلين. المحتل لما تطأ أقدامه النجسة الوسخة المتعفنة الرجسة أرضا، يعني من أراضي من احتلهم من البلدان الأخرى، يملي شروطه، يأخذ كل الوظائف، يأخذ كل المصالح، كل المناتيج، كل المؤسسات، كل الموارد، يفتكها من الشعب المقهور، ولا يزيد يملي على الشعب إتاوات، مثل ما صار مع الصادق باي وحالة الحماية اللي دخلت فيها تونس، اللي تحولت لاحقا إلى احتلال، ثم إلى استعمار، ثم إلى احتلال فعلي، ثم طردناهم بصيغة أو بأخرى. اللي شكوا في الاستقلال كذابين، استقلينا اي نعم، استقلال منقوص لكن خير من اللي كنا قبل. امشوا وارجعوا للعام 45 وشوفوا القنابل اللي هابطه على روسنا. ما عادش من عام 1963 ما هبطتش علينا قنابل. فهمت؟ به. اذا نحن الان نعيش حاله احتلال. كيفاش نفسروا انه فئه من داخل المجتمع تنجم تحط نفسها في هيئه محتل؟ نعم هذا ممكن. لما تكون الفئه هذه تؤمن بعقليه شعب الله المختار، اللي هي عند اليهود وخاصة عند الصهاينة يعتبروا أنه هم شعب الله المختار وباقي خلق الله رعاع، يعني لو زنا في وحدة خارج بوتقة شعب الله المختار زي ما يكون استفعل في دابة، ما عندوش مشكلة. هذه العقائد بتاعهم، وقروا شوفوا التلمود. نفس الناس هذم اليوم ينظروا لكم على أنكم كفار وأنكم ناس خارج من الملة وحاقدين عليكم لأنكم ما نصرتوهمش أيام بن علي وما قبل بن علي وأيام 64 و67 أيام جمال عبد الناصر وقبل ذلك أيام الملك فاروق والنقراشي باشا، ما نصرهمش الشعب العربي فهم حاقدين على العرب. لذلك طلعت عقلية التكفير والهجرة، كفروا كل الشعوب العربية والإسلامية وهاجروهم. وين؟ هاجروهم لأحزابها، عملوا كانتونات سرية، والفرقعات اللي تطلع كل شوية، مرة في باكستان، مرة في مصر، مرة في أفغانستان، مرة في الصومال، مرة في السودان، هي حالة تنفس موضعي. اليوم عملوا حل جذري يتهيئ لهم أنهم باش يتواصلوا فيه مع الأمريكان والصهاينة ويحاولوا يستحوذوا على البلدان هذه ويجعلوا منها الجواري والعبيد. ما نش نبالغ، باش يردوكم جواري وباش يخدموكم فتيات ليل ليهم لأنه ما عندهمش دين، باش يستعبدوكم ويعتبروكم خصيان ويعتبروكم غلمان مرض يستفعلوا فيكم. هذا هو برنامجهم. اليوم عندهم عام كامل اشنو قدموا للدولة التونسية غير النهب والسلب، اشنو قدموا غير السخرية والنفاق، اشنو قدموا غير الكذب والسب والشتائم لكل شخوص الدولة التونسية، بقطع النظر على انا ما خلقتش الناس باش نعطيها عقيدة، انا نعرفهم بالعقيدة اللي انا نعرفها، قبلوها مرحبا، ما قبلوهاش باي باي حبيبي انت حر. لا، هم ينظرون على ان الدواب، وهذه عقلية بني صهيون وعقلية بني اسرائيل اللي قضت على بني إسرائيل من قوة عظمى مرسلة للعالم باش تبشروا بالحريات وبالانعتاق عبر الرسالة اللي جاتها من السماء إلى مجموعة من العصابات منتشرة في العالم لا تفعل إلا السوء. هؤلاء الأخوان المسلمون، الأخوان الماسونيون، أخوان الشياطين، نفس الشكل ونفس الفكر. اقرأوا بروتوكولات حكماء صهيون وطبقوها على اللي صاير عندكم، ستجدونها بالحرف تطبق حرف حرف وما هي ناقصة حد شيء. الناس هذا مداخلين على تونس بحقد، حقد دفين. كيفاش انا اولادي ما قروش وانت اولادك قروا؟ حد منعك انك ما تقريهمش؟ انت كنت في حالة خصام مع الدكتاتور وعمرك ما شاركت لا في مظاهرة من اجل حق للشعب، ولا كنت في نقابة، ولا كنت تدافع على اي شيء يخص الحريات العامة، ولا شعار حتى. كل همكم في المساجين متاعكم وفي بناء الشخوص الفارغة اللي شفنا ناتج تفكيرها وناتج ادائها اليوم لما البلاد قاعدة تنهار، وانتم كل اللي هم متاعكم انكم تنهبوا اكثر. اليوم عنوة يحبوا ياخذوا موارد الدولة التونسية تعويضا، لا بل فيهم من الاغبياء من صرحوا الفيديو موجود قال ما يكفيش التعويض يلزمهم يعتذرون. شكوني انا عملت لك حاجة حتى باش نعتذر لك؟ الشعب التونسي عمل لك شيء؟ انت حطمته الشعب التونسي بسرعاتك الدونكيشوتية، حروب طواحين الريح نتاع راجل الغنوشي هذه، ما قامش بحرب ولا خسرها. وهذه الحرب الأخيرة، هذه الحرب الأخيرة التي ستذهب برأسه إن شاء الله قريبا هو ومن معه. الشعب التونسي ما هوش سيدي تاتا، راهو الشعب التونسي شعب عظيم وعنده تاريخ آلاف السنين، وتونس دولة قاعدة ورايدة ومستحيل تكون ذيل. وإذا كانت تتخيلوا باش تملوا عليها شروطهم حتى لو مشيتوا قانونكم تو نشوفوا كيفاش تنفذوه. إذن ناس جايين بعقلية احتلال فعلي، عاملين حساسية بينهم وبين الشعب كما يعمل المحتل، يشحن الجنود متاعه بأفكار العدوان والكره
تنبني مرة على الشوفينية وعلى الجنس الأعلى والأرقى والجنس الأوطى والأقل، ومرة على المصلحة أنهار من اللبن وأنهار من العسل حول البلد المقدس، فيجي الأوروبيين كل قتلهم الشر والثلج يسرحوا ويهملوا على القدس ويقاوموا الحروب الصليبية اللي صارت. هذه كلها كانت مبنية بأفكار هلامية طايرة كده في الهواء لا تقوم ولا تستقيم، وفي النهاية وقت يدخلوا على هذه المناطق يستبيحونها استباحة. اللي صاير اليوم في تونس إذا كان ما هوش مطابق لكلامي وقفوني يقولوا لي راك غلط، راك تحاليلك غلطة. حاجة أخرى، أنا كنت حدثتكم على هالحالة هذه وقلت لكم راهي باش تحصل، راهم جايين ما هماش جايين باش يخدموا البلاد، راهم جايين باش يلموا الفلوس ويشوفوا مشروع، عندهم مشروع على مستوى جغرافية المنطقة كاملة، انهم باش يستعبدوا الناس هذم، لان عارفينهم وفاهمينهم، وهم عارفين اللي احنا عارفينه، هم عارفين اللي احنا مش مصدقينهم في الدين، لانه ما عندهمش دين اصلا. الانسان اللي يطلع يقول ان الله يكره الفقراء هذا دين عنده، واللي يقول سنمزج بين الاسلام والحداثة وكأن الاسلام شيء والحداثة شيء اخر، في حين ان الاسلام هو صانع للحداثة ومبدع لها ومنشئ لها ومطور لها وحارس عليه. باش يجي هو يقول الاسلام والحداثة كأنه الإسلام ضد الحداثة، أو يقول نرتقي بالإسلام، يعني هو درجة بين النبي وربي، يعني النبي ما كملش مهمته. خلينا نتكلموا باللغة الواضحة الصريحة باش الشعب العام يفهم، الشعب البسيط الشعب العادي اللي أنا نحبه وأنا منه وأنا جاي منه وراجع له. فهمت؟ اليوم احنا نشكو حالة احتلال فعلي، الشعب التونسي يجب أن يفعل شيئا لينقذ بلاده، لأنه إذا كان دخلنا في حيز الإضمحلال صعب باش نرجعوا، باش نوصلوا حالة أفغانستان وحالة السودان والتقسيمات اللي فيها. السودان دخلوها الإخوان وحدة متكاملة، خرجوا منها الآن أو باش يخرجوا منها قريبا، لأن الثورة بدأت في السودان، باش يخرجوا منها 4 دول، هم دخلوها دولة واحدة، دولة الخيرات اللي في السودان تكفي إفريقيا. علاش تتخاصموا إذن؟ لا يتخاصموا على شكون يسود فلان وشكون يقوم فلان، والجارية هذه تبات مع شكون والغلام هذا يمشي عند شكون. هذه هي الحكاية. اقروا التاريخ وامشوا شوفوا بعينيكم وتصرفوا في العالم وسافروا شوفوا ايش صاير باش تعرفوا شنو اللي ينتظر فيكم. اليوم حرب حقيقية قائمة، حرب احتلالية، جحافل الإخوانجية تأتي من وراء الحدود. أنا ما نتحدثش عن الناس المضامين الموجودين في تونس اللي مشوا في العفيس، اللي مشوا ضحايا حرب طواحين الريح اللي دبرها وقادها بكل سوء وبكل عفاشة سي راشد الغنوشي. عمره ما أدار حربا وانتصر فيها. لما قمنا احنا بالثورة ونجحناها بدمنا وهمنا ودموعنا وصبرنا ومثابرتنا، جاء هو حضرة جنابه بعد شهر ونص من وراء الحدود، وقت اللي احنا كنا نكيل الكيل نكيل الساعة كيلين للدكتاتور، كان هو يدمع كالطفلة على شاشات التلفزيون. ليش يدمع زعما؟ حب في التوانسة، يا هو مارس الحب معاهم اليوم، ورينهم حبك، اعطيهم، اعرب عن حبك للتوانسة. كيفاش تاخذ ارزاق التوانسة تقسمها على مجموعة من المساجين اللي 99% منهم مساجين حق عام؟ وانا نطالب هنا باعادة المحاكمة، يلزم نعيد محاكمتهم، ومحاكمتهم اذا كان مش في تونس في المحاكم الدولية. هؤلاء ارهابيين مارسوا الارهاب فعلا حقيقة، وقت تضرب اوتيل فيه الالماني وفيه الاوكراني وفيه الصيني وفيه الياباني وما تعرف منهم حد، وحتى حد ما عملكش حاجة، ما هوش ارهاب هذا؟ وقت تجيب صاروخ باش تضرب طيارة فيها رئيس دولة طيب ولكن فيها طاقم، شنو ذنبه؟ هذا مش ارهاب؟ ولما تحاكم عليه تونس الرحيمة العظيمة يعني عفت عنك واعطتك فرصة الحياة، لكن عفت عن انذال وعفت عن لئام انقلبوا عليها اليوم وعضوا اليد اللي تمدت لهم. لكن مش مشكلة، احنا ياما عض الناس يدينا وفي الاخر نفس اليد اللي عضوها تعطيهم الكف، وهو جاي الكف. انا ادعو الشعب التونسي للانتباه، وادعوكم ان تأتوا كثارا غدوة 31 جويلية، تحلقوا حول المجلس التأسيسي وخليهم يصدروا قانون باش يستبيحوا به اموالكم. اذا كان اصدروا قانون لاستباحة اموالكم، انا ادعوكم صراحة للتمرد، ادعوكم صراحة لاقتحام المجلس وامساك هؤلاء الانذال الجرذان الذين جاءوا من كل الافاق الشاذة واصبحوا مقررين ومسيرين لدولة كانوا قد حاربوها سنين عديدة. احنا اليوم نعيش حالة احتلال فعلي. عقلية التكفير والهجرة هذا هو اساس فكرهم، يكفر كل العالم ويهاجر بذاته اذا كانوا في حالة ضعف. اما اذا كانوا في حالة
اكسبانسيون وفي حالة تمدد، الناس اللي كفرهم سيعاملهم على أنهم أعداء ويحاربهم ويبتزهم وسيستخرج منهم ويستعمل منهم الجواري والغلمان ويعتبرهم سبايا حرب. وهذا اللي صاير وقت اللي يطلع لي إنسان عاقل راشد يقول أطالب بالاعتذار. شكون تحبوا يعتذر لك؟ الدولة التونسية اللي عملتك بشر، اللي وفرت لك المستشفى ووفرت لك الطريق ووفرت لك المدرسة وخلتك تعرف تقرأ الألف باء، هذه الدولة تعتذر لك؟ في حين انت عملت لها مشاكل واحنا نعانوا فيها 45 سنة، المشاكل اللي عايشتها تونس والانهيارات الاقتصادية صدقوني كلها من تحت راس راشد الغنوشي وحزبه. كل اللي كنا عام 82 كان المهندس وقت اللي يخرج من لينيت اول حاجة يعطوها له عام 82 ونسمي الاسماء، يعطيوه كهرباء نيفا روسية 4x4 4x4 ويعطوه سكن مباشرة. من عام 82 بدت المصايب نتاعهم هما، بدت تونس في الانحدار الى ان وصلت اليوم تباع على المزاد العلني نتاع موزة ونتاع قطر ونتاع كل الشواذ وكل السقاط وكل الفساد اللي تتخيلوه في العالم جايين اليوم. كل واحد جايب سكين ويقص في تونس وياخذ في باي وماشي، الا الشعب التونسي. الشعب التونسي لا، قاطعين عليه الماء والكهرباء. ليه؟ لانه يحبوا يأدبوه، لانه ما قامش معاهم ايام بن علي، ما دافعش عليهم، في حين هم هربوا من المعركه. احنا قعدنا نصارعوا فيه داخل تونس وخارجها، لكن هم خرجوا ونسوا القضيه، نسوها نهائيا وصرحوا بذلك. لذا الشعب التونسي عليه الانتباه، مش الانتباه، التحفز والاستعداد. يجب أن تنتفضوا وأن تواصلوا ثورتكم إلى أن تصلوا بر الأمان بها. ما ثماش هذه حكاية 14 جان في رأي مسرحية إخراج أمريكي وسيناريو أمريكي وتنفيذ تونسي فيه العسكري وفيه المدني، أمر يعني لا يخفى على عجوز حتى يخفى علي أنا وبما تعلموه في من بعد نظر. الحكاية راهي واضحة، القناصة عارفين شكون عملهم، والكرتوش شكون جاب، العيار معروف شكون، كل شيء واضح وحتى شيء ما يخفى على الشعب التونسي العظيم. لكني لكل أجل كتاب ولكل مقام مقال، ولكن مقالنا اليوم هو أنكم يا دولة يا تونس يا شعب راكم تحت الاحتلال الفعلي، وقت اللي ياخذوا كل الوظائف لأنفسهم، كل المساعدات. الشعب التونسي كشعب عظيم كريم لم يقصر مع الوافدين من الأزمة الليبية اللي صارت. وصلوا في وقت من الأوقات حسب ما نعرف، نتذكر يقولوا حكاية تقريبا وصلوا 400 ألف، يعني حوالي نص مليون لاجئ. أنا شفت ولمست ردة فعلهم، يشكروا في تونس، صاروا يعتبروها كأنها مكة. ليش؟ قالوا خويا العناية والاحترام والقدر صرنا حتى ناخذهم في فرق موسيقية باش تفرهدوا. نفس الشعوب هذه وقت اللي أضيمت تونس بالثلج وبالفيضانات قدمت مساعدات. هذا لعلمكم يا تونس، قدمت مساعدات بطاطين ومواد غذائية وكل شيء. كل المساعدات هذه موجودة اليوم، حاطينها في مستودعات، ومنها اللي في قفصة ومنها اللي في القروان ومنها اللي في باجة وفي الكاف وفي تونس، ومستنين بها الحملة الانتخابية باش يوزعوها، باش يشتريوا بها مزاجكم، باش يشتريوا بها اختياركم الانتخابي. أنا كما قلت لكم في الفيديو السابق، إذا حد يرشيكم بدينار خذوا من عنده 10، لكن ما ترشحوش لأنه نذل ولأنه مش راجل جاي يقيس فيك بدينار. أنت مستواك دينار يا تونسي، خذ منه واضحك عليه، خذ قول له هات جيراني كلهم محتاجين، حتى تنوصل أنا هاي تنقول لهم راه فلان أعطاني. كل الأحزاب أنذال، كل الأحزاب تحت الصفر، كل الأحزاب خونة، الكلهم قاعدين يبيعوا ويشروا على تنازلاتهم. يجي يقولوا أنا نتنازل لك على الموقف الفلاني قديش تعطيني، وهذا هو اللي صاير. النقابة قيادتها أنا سمحت نحط عليها نقطة استفهام، كيفاش يسكتوا على وضعية كيف هذه؟ أرزاق التوانسة تقسم يعني يجمعونها ويقسمونها بينهم، والاتحاد قاعد يتفرج. وين قواعد الاتحاد؟ وين النقابات الأساسية؟ الشعب العادي البسيط، الشباب البطال، الشباب اللي محروم من الحياة، محكوم عليه بالحرمان، يعني كيف الميت، وش قاعد تعمل؟ فاش تستنى يعطوك حاجة؟ رزقك واخذوه لك، تمشي ترجع وتفكه باليد القوية وتضرب باليد الحديدية باش تطرد هؤلاء الأنذال السراق اللي جاوا من وراء الحدود بالحقد. جربتهم وحاولت تقيسهم بشتى المقاييس، فهم دين ما لقيتش فهم دين، فهم على الأقل كريديبيليتي معناها وفاء للعهود وللمواثيق، كذابين سفهاء منافقين صفر، ما فهم عندهم شوية كرامة ما ثماش، تسب ويضحك، لأن الناس رد حبوس، إنسان كانوا يقعدوا فيه على الدبوزة مازال راجل،
هذا استنتهى، ما عادش فيه روح البشر، ما فيش. لكنه راهو قعد عليها، مش اللي على الرجال يدافع عليه. انا ما نقبلش جرذان كيما هذا يدافعوا عليه. انا ندافع عن نفسي ودافعت عن نفسي الحمد لله رب العالمين، وبنيت لنفسي مجدا هم لم يكونوا طرفا فيه، لا بل بالعكس فدت البلاد. هاي الرجال مش هم اللي جاي اليوم يفكوا في ارزاق الناس ويطلعوا في بعضهم. واحد يحب يعملوا له مصنع سيارات، والاخر يعملوا له شركه طيران، والاخر يعملوا له قناه فضائيه، وهذا يعملوا له مجموعه شركات، وهذا يربطوه بقطر، وهذا يربطوه بالبرازيل، ولا مجندين سفهاء وشذاذ الافاق باش يخدموا لهم الخدمه هذه. يا شعب تونس فيق، راك غارق في الاحتلال الحقيقي والفعلي، وراو اذا كان سكت على المرحله هذه باش تجي المرحله الجايه باش يخيروا لك بنتك يهزوها من قدام. سيدي الشيخ حبيبه تدبر عليه انت. الشيخ سواء كان القائمه واللاحق، فهمت؟ وقت اللي يطلب حاجه ترفضها. وقت اللي انا نشوف في تونسيه حره يجوا يدبروا عليه، يقولوا لما يجي راجل الغنوش يقول له راني مختفيه داخل جبتك، ونحن رانا بجبتك مستنجدين وانت تغطينا بجبتك. ترضى لنفسك العفن اللي تحت الجبه انت؟ قال لك انه طاهر الرجل هذا الذي يعتبر الله كائنا ينتظر. هذا انسان عنده جبه يعني لها من الطهاره ما يكفي انك تدخل تحتها يا مسكينه. اطلعي كوني عبد وشوفي اي قناه من القنوات الاعلاميه وقول ايش قالوا لك قبل ما تقولي الكلمه هذه. اذا كنت انت قلتهم من راسك انا نقول صيدي هذا قالوا لك قولهم. ناس قاعدين يبنون في الهه جديده نعبدوها. طلعوا امس ينشروا في مقاله اذا كان واحد يتعدى على الشخوص وكذا، ما انتم تعديتوا على الشخوص، ما خليتوش تهمه وما خليتوش شتيمه الا وسلطوها على افراد الشعب التونسي قاطبه، حتى صرتوا تاخذوا ولايات كامله بالشتم. تاخذوا ولايه بوزيد تقولوا سراح ورجليهم مشقه. اي نعم سراح ونص ورجلينا مشقه وثلاثه انصاف، لكني رجال، لكني احرار، لكني ما نرضوش الضيم، وهو خصوصا ما نرضوش بالانذال اللي كيفكم انتم، لانكم ناس انذال. هربتوا من ساحه المعركه وهربتوا من ساحه الصراع، هربتوا كالجرذان، لا بل جرذان حقيقيه، ولجأتم عند الاعداء الحضاريين الذين كنتم تسبونهم وتشتمونهم صباحا مساء. ولما أتيحت للشعب التونسي فرصة أنه يبني لنفسه مجدا، أتى بكم نفس هؤلاء الأعداء لينصبوكم على رقابنا. لا مازال يبطى شوية، البلاد قاعدة تغلي وقاعدة تتحرق في وجوهكم أنت، لكن تبنى، لأنه البناء لا يكون على ركام، البناء لازم ننظفه بالكير كل العفن السابق واللاحق، وأنتم جزء من هذا العفن. وسنكنسكم في عمليات الكنس المقدس اللي باش تبدأ وبادية ومواصلة، لأن ثورة 17 من ديسمبر المجيد ما توقفتش وما هيش باش تتوقف، يلزمها توصل إلى بر الأمان، توصل إلى النصر الحقيقي الفعلي الذي يقنع الشعب التونسي فيعود للعمل. اللي صاير لم يقنع الشعب التونسي وما هوش راجع للعمل، ما هوش باش يخدم معاكم. لو كان تجيبوا لكل تونسي بوليس والله بن علي كان أشطر. في وقت من الأوقات أوهم الناس أو أقنعهم أو تمكن من إقناعهم أنه الجانب الأمني مهم. تحب تصلي خويا صلي بطريقتك انت في دارك. انا كنت عام 2003 نشوف اعداد الاطفال في المساجد شيء باهي. 2003 ما كانش ثم راشد الغنوشي وجماعته، ما كانش، لو كانوا موجودين كانوا فسدوه. لما غاب هو على تونس مده معناها من حدود 15 الى 18 سنه، في الفترة هذه تبنى جيل جاب ثورة، في حين لما كان هو 30 سنة في تونس ما جاب إلا الهزيمة. فيقوا يا توانسة وما تنسوش ماضيكم وما تغلبكمش الكرش. راي الكرش مذلة، وراو حب الدنيا هذه ما يولد إلا عيشة الخنافس وعيشة القطاطس اللي هي حالة مذلة وحالة من الرداء لا يمكن تحملها. خلوكم عباد، خلوكم رجال، ارفعوا روسكم. أنت تونسي ترفع راسك، لأنه رفعان الراس خاص بالتونسي بالذات، لأن تونس دولة عبر التاريخ كانت دولة قائدة. بلاد اللي تطلع حنا بعل، واللي تطلع سيفاكس، واللي تطلع ماسينيسا، واللي تطلع عقبة بن نافع، واللي تطلع جوهر الصقلي، واللي تطلع ابن عرفة، وتطلع حسان، وتطلع الكهنة، هم ضدين لكنهم الاثنين باهين. اللي تطلع الكم هذا من الرجال والقامات الفارهة، هذه بلاد تتهان وتخلوها تتهان. اليوم يلزمكم تنطلقوا لتحرير تونس، تحرير تونس من الاحتلال الإخواني. يحبوا يربطوكم في منظومة عالمية إخوانية تنبني على الكره والحقد وعلى استثناء الآخر، تنبني على عقلية التكفير والهجرة، يكفروا العالم كله ويهجروهم. انت شنو تحب تاكل ما تاكلش، انا اكل انا، وهذا اللي طبقوا فيه، هذا اللي مارسوا فيه، خرجوكم من خدمكم وجابوا جماعتهم. لا، ومن يدخل في حيزهم وبوتقاتهم بأي مقياس كان، إذا كان دخل يولي لا بأس عليه، يولي طاهر. شاد للعياري أو لامس
كان من المناشدين وممنوع العمل معه، لما هم أعطوه براءة الذمة وأعطوه سك الغفران صار من الأبطال وصار الناس يعني من الأطهار. وقس على ذلك في الداخلية وفي الخارجية وفي كل مكان. هؤلاء قاصدينكم في كيان الدولة وقاعدين يهدوا في كيان الدولة بشكل منتظم وبطريقة منظمة، وغايتهم أشخاصكم، يحب يأدبوكم لأنكم ما انتفضتوش وقت اللي كان بن علي يجزر فيهم تجزير، وراو مش يجزر فيهم ظلما وعدوانا، لا، ما كانش التوانسة باش يسكتوا، التوانسة ما يسكتوش على الظلم، كانوا يجزر فيهم من فعيلهم. إنسان اللي يفجر الاوتيلات ويضرب الناس بالفيتريول ويقتل الناس أحياء، يحرقهم أحياء، هل اللي عنده الجرأة باش يعمل الشيء هذا هل يؤمن له جانب؟ هل تسلم له دجاجة حتى انك تسلم له شعب كامل؟ انا ادعوكم للانتباه، وادعوكم غدا 31 جويلية باش تكونوا هو 14 جانفي جديد مكرر، يجب طرد الانذال وتطهير الساحة وتطهير الربط من كل النجسات التي علقت بها، وكل السراق وكل الايادي اللئيمة التي تمتد لخطف رزق التوانسة، لتدجين تونس، للاستحواذ على تونس كاملة وابتلاعها، وشعبها يقعد يحرق في روحه عبر البحر يموت غرقا، أو يحرق في روحه بالغاز، وألا يحرق في روحه حسرة فيموت كمدا. هذه إذن أدعوكم باش تكونوا كثار، حتى حد ما يقعد في داره غدو من الصباح 8 وانتم قدام مجلس التأسيس، الكل نساء ورجال وأطفال، هزوا ولادكم معكم، خلي يموت. إذا مات لك ولد أنت في الثورة راجل عظيم، خلي يموت، عندك فيه أجر بجلو. لو قعدت في الدار معناته يعيش تغلط بالعزرين، هز مرتك وأولادك ومشي يقعد تقمش، رزقنا عندكم يا كلاب يا سراق، رجعونا فلوس. ومن هنا فصاعدا كل وين شفنا هضاوي لأنهم سكتوا، اللي سكت شريك في الجريمة، واللي دافع عليها في وسائل الإعلام وفي مساحات الحوار مجرم، واللي نفذ فيها مجرم. إذن كلهم نفس الشيء بالنسبة لي، وأنا دعوتهم سابقا وما سمعوش كلامي، قلت لهم ابعدوا على هالشخوص هذه اللي جات من وراء بريطانيا. كنت أتخيل أنه مازال فيهم بقية خير، لكن يبدو أنه يعني الموجة عاتية ابتلعت الكل. أي نهضاوي تشوفوه في الشارع أشيروا له بالبنان، أنت سارق، قل له أنت سارق، وأنت كلب سوق، وأنت نذل جبان جرذ، هربت من ساحة المعركة وجاي بعد لما انتهت المعركة الحقيقية وانتصرت وحقق الشعب مجده تسرق الثورة وتريد أن تسرق أقوات الناس. هذا الكلام اللي بيناتنا وهذا المدورد اللي عنا، وغدوة ما يتخلف حد. امشوا خذوا كراهبكم وامشوا على رجليكم وعلى أي وسيلة نقل وتصبوا الكل في باردو. ولو سمعتوا أنهم عملوا الاجتماع في مكان ثاني امشوا للقصبة واقعدوا ثم حتى تروح الحكومة هذه. أنا أدعوكم للتحرك لإنقاذ البلاد ولإنقاذ أبنائكم ولإنقاذ الأجيال القادمة من هذا السوس وهذا الدمار الذي ينتظرهم. ما تخلوش أولادكم سبايا عند هؤلاء، ما تخلوهمش عبيد، ما تخلوهمش غلمان، ما تخلوهمش جواري يعبثوا فيهم. هذه تذكروا حادثة كلية الآداب في يومين طلعوا ما شاء الله، تذكروا افهموا وما تصدقوش هذا اللي يقول لك متدين ومتدينه وما ادري شنو. هذا احنا عارفين كل شيء، عارفين قبل ما تعمل لوحدك مش مع شكون كنت. وتونس ما يتخبى فيها حد شيء، وشعبها صريح وجريء، لذلك ما تخلوش هذه الفرصة تمر، ويجب البدء بتطهير البلاد من أعداء الشعب. هذه توصيتي لكم، وراكم باش تتذكروا كلامي، وإن شاء الله ما تندموش إذا كان ما طبقتوش، وتذكروا قداش من مرة حذرتكم من حاجة وتمشي وتضيع الفرصة وترجعوا بعد شهر واثنين تقولوا والله الكلام اللي قلته صحيح. الكلام اللي قلت اليوم إذا كان ما تمشوش فيه غدوة باش يجي نهار تقولوا والله كلامك الراجل صحيح ويا ليت نسمعنا كلامه. القصبة غدوة يلزمها تحاصر بأكمله، يدخلوا يختموا خدمتهم ويسقطوا المشروع. احنا ماناش ضد إعادة تأهيل هؤلاء المساكين المهزومين المطحونين الذين عبث بهم راشد الغنوشي وبن علي في معاركهم الدونكيشوتي، الاثنين مسؤولين عليه، بن علي مسؤول عليهم وراشد الغنوشي مسؤولين انه غرر بهم. ماناش ضد ان نعطوهم حالة من إعادة التأهيل، نمكنوهم من بعض الوظائف على قد مداركهم، لأن الحبس 15 سنة راهو يحطم الإنسان. وين المهندس هذا اللي قاعد 15 سنة في الحبس مازال مهندس؟ ولا الشاعر ولا ثم ايش كتبت وايش قلت وانتم يعني لما الناس تدخل الحبس تعمل أطروحات،
تعمل كتب وتصنفها وتعمل تفاسير للقرآن وتعمل أشعار، وانتم مش عملتوا. ها الذراط برك وتنتنوا في الريحة. هؤلاء ممكن نعاونوهم على الاندماج، أما كونوا نعطوهم أقوات التوانسة 1000 مليار 1000 مليار تقسموها على عدد التوانسة، قول 10 ملايين، 1000 مليار على 10 يعني 100 مليار، معناها 100 مليار 109 صفار نحن، يعني كل تونسي 100,000 دينار، يعني كل تونسي باش يعطي، لو نقسموا الحاجة هذه الفلوس هذه كل تونسي باش يجيه 100 مليون. خليني نعاود الحساب، 1000 مليار يعني 1000 صفر وراه 12 صفر، كي تقسمها على 10 ملايين فيها 12 صفر، وهذه فيها 7 صفار، إذا 5 صفار بالضبط هي 10,000 دينار. 10,000 دينار يعني 10 ملايين بالضبط، 10 ملايين. كل تونسي نحو من رزقه 10 ملايين واعطوها الخوانجي اللي هو ما كان يعمل في حد شيء، ولم يساهم في بناء البلاد، ولم يساهم في بناء الدولة، ولم يساهم في المعركة نفسها والصراع اللي دار على المستوى النقابي ومستوى المعاهد والجامعات والكليات وفي كل الساحات داخل البلاد وخارجها. لما كنا نحن نكتبوا ونتكلموا في بن علي ونطلعوا في الفضايح نتاعه ونمهزلوا به في العالم وشوهناه في انحاء الدنيا، في المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، ولدى بعض الدول كانوا هم على استحياء ياخذوا كتاباتنا وينشروها عندهم، وهاني موجودة على صفحتي، ارجعوا له وشوفوها، الكتابات اللي كنا نحن ننشرها وهم يسرقونها باش يقولوا هاو عملنا حاجة. فهمت؟ لذلك يجب فعل شيء. وإلى هنا وينتهي لقائي بكم اليوم، وإلى الأمام ولن ننهزم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.